بانتظار يشوفوا اسمهم ضمن لائحة التوب 5. تتذكروا قبل أسبوعين ما كان عنا مرتبة تانية وتقاسمت ضياء ونادر المرتبة الأولى. هالبرايم كمان في شي مغير، ما في مرتبة خامسة لأنه مع النقص العددي انتقلنا من التوب 5 للتوب 4. بما أنه عدد الطلاب قل، هالأسبوع انتقلنا من التوب 5 للتوب 4. المرتبة الرابعة هي من نصيب نادر. صوت جميل وحضور أجمل ومواهب متعددة، فمؤخرا فاجأنا بتأليف وتلحين أغنية خاصة بالامتحان الأسبوعي. يلي احتلت المرتبة الثالثة لهالأسبوع أمل. كاريزما، طلة وحضور على المسرح، بتجمع بين الشكل الحلو والصوت الجميل. بالمركز الثاني سعد. صوت دافي بيجمع الحنان والإحساس، وبالتقييم الأسبوعي قدم مشهد جيد حضر له بوقت قليل قبل السفر. مثلك يا سكر بيدوب، يا سمران يا مهيوب، معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي اتنين. أما المركز الأول عبدالله. صوت لين، خامة مميزة وأداء جيد، بيعرف كيف يوصل إحساسه للجمهور. أنا بعرف إني أعرف حبك بجنون. نادر، أمل، سعد، عبدالله هم اللي احتلوا المراتب الأربعة الأولى لهالأسبوع، لكن إذا ما تقدموا وضاعفوا شغلهم التسميات نطرتهم الأسبوع اللي جاي. مبروك للشباب والصبية. عبدالله مبروك، هيدي تاني مرة انت بالمقدمة، شو شعورك؟ ثاني مرة. مبسوط صراحة شعور حلو والله. ليك عبدالله أول مرة سافرت على لندن، خلينا نشوف جايزتك لتاني مرة شو هي، نطلع سوا على الشاشة. عبدالله مرة جديدة انت الأول، فشو بتتوقع تكون هديتك يا عبدالله؟ هديتك بتناسب شخصيتك، بتلبي طموحك، بتخليك تقرب خطوة بالاتجاه الصحيح. الأكاديمية بتهديك يا عبدالله أول أغنية خاصة فيك، يعني لحن وكلام وتوزيع وتسجيل، على أمل تكون هالخطوة بداية ولادة نجم اسمه عبدالله، وعلى أمل نسمعها منك بشي برايم. مبروك عبدالله، ألف مبروك عبدالله. نحن بانتظار الأغنية وبتمنى تكون محطة مهمة بحياتك. ميرسي. مبروك، ومنكمل السهرة مشاهدين.